النهاردة هتكلم عن الأوتوميشن. كتير بنسمع الكلمة دي وبنبقى مش فاهمين يعني ايه أوتوميشن، يعني ايه نعمل بيت أوتوميتد. تابعونا الحلقة دي عشان نفهم كل حاجة تخص الأوتوميشن. أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من يوميات مهندسة. معاكم رشا عفيفي. لو لسه ما عملتوش اشتراك في القناة لغاية دلوقتي وأول مرة تشوفونا، اعملوا لايك ودوسوا على زر الإشعارات علشان يوصلكم كل جديد معانا في عالم الديكور. النهاردة هتكلم عن الأوتوميشن. يعني ايه أوتوميشن؟ طيب الأوتوميشن ده ليه أنواع كتير أو بينقسم لحاجات كتير. يعني أنا ممكن أعمل اللايتنج أوتوميشن، ممكن أعمل security system أوتوميشن، ممكن أعمل الشاتر الأون والأوف أوتوميشن، ممكن أعمل الستاير الكيرتنز أوتوميشن، ممكن أعمل اللاندسكيب الإضاءة فيها أوتوميشن. يعني ايه اوتوميشن؟ اوتوميشن ده يعني بتحكم بيه بابليكيشن او كيباد بتبقى متعلقة في مكان ما في البيت، او ابليكيشن من على الموبايل. طيب خلينا نتكلم عن ابسط انواع الاوتوميشن اللي هو اللايتنج. ان انا بعمل زي سيناريو للاضاءة بتاعة البيت، مش لازم فيلا، عادي انا ممكن لو عندي بيت ممكن اعمل فيه اوتوميشن. وممكن لو انا كمان مش محتاج أأسس له، يعني لو أنا بيتي اوريدي متشطب، في حاجات بتبقى أجهزة بتركب وايرلس مش محتاج أكسر وأعمل أوتوميشن، بس مش بيديني اوبشنز كتيرة قوي. لكن لو أنا بتكلم على اوبشن إن أنا أعمل لايتنج سيناريوهات حاجات بسيطة، ممكن أعمل ده من غير واير، خصوصا لو المساحة عندي صغيرة. لكن لو بعمل مساحة كبيرة، يعني مثلا فيلا كذا دور أو عمارة كذا دور أو مبنى إداري كذا دور، طبعا يفضل إن هو يكون وايرد مش وايرلس. طيب خلينا نتكلم أكتر عن اللايتنج. ايه السيناريوهات اللي ممكن أعملها؟ طيب في حاجة اسمها، لو أنا مثلا بعمل بيت، في حاجة اسمها ويلكم سيناريو. ايه ويلكم سيناريو ده؟ ان انا اول ما بدخل البيت ببقى عاملة سيناريو سيستم، ان انا اول ما ادخل البيت في انوار معينة تفتح لي زي ويلكم انتري كده. تمام. ممكن كمان اخلي الساوند سيستم يشتغل لو انا عندي ساوند سيستم او سماعات. ممكن كمان يبقى عندي سيناريو اللي جود نايت سيناريو، اللي هو انا لما هاجي هنام هدوس على مود جود باي على الابليكيشن على الموبايل، فهيقفل لي الستاير كيرتنز ويقفل الساوند سيستم برضو يقفله، ويعمل لي الإضاءة يعملها خافتة لو أنا عندي ديمينج لللايتنج. لو ما عنديش ممكن يبقى أنا مثلا المكان فيه وحدات إضاءة رئيسية ووحدات جانبية أو سبوت لايتس قليلة، هيطفي ده ويفتح دوت. كل دوت هيعمله بمجرد ما أنا ما بختار المود اللي أنا اوريدي مدخلاه على الابليكيشن سيستم، ان هو يعمل كل الحاجات دي بمجرد ما اختار المود بتاع جود نايت. تمام. طيب ايه تاني برضو ممكن اعمله؟ ان انا لو مثلا موفي مود، لو انا هشغل مثلا فيلم على التي في وعايز اعمل مود للفيلم دوت، برضو انا ببقى مسجلة على الابليكيشن المود دوت، فبيطفي لي كل وحدات الاضاءة ويشغل اضاءة خافتة او يعمل ديمينج للنور اللي هو يقلل شدة الاضاءة. طبعا مش اي سبوت او اي وحدة اضاءة بتبقى فيها ديمينج، بيبقى سبوت معين ببقى وانا بشتريه عارف ان هو ديمابل، بيبقى الديفايس بتاعه هو اللي بيعمل ده. ممكن يبقى السبوت عادي بس الديفايس هو اللي ديمابل، بيقلل شدة الإضاءة. تمام. طيب انا بختار كل الحاجات دي. المهندس بتاع الاوتوميشن بيجي يعمل لي كل السيستم اللي انا عايزه، بيسجلهولي على الابليكيشن، وانا مجرد ان انا بختار ما بين المودز اللي عندي على الابليكيشن. ده بالنسبة لللايتنج. بكده تكون خلصت حلقة النهاردة، أتمنى أكون قدرت أفيدكم، وإن شاء الله هنعمل أجزاء تانية لباقي أنواع الأوتوميشن اللي كنا اتكلمنا عليهم. أشوفكم الحلقة الجاية وإلى اللقاء.